بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحب بيكم، أهلا وسهلا في أسد معابد مصر وفي قاعة الزوار في أسد معابد مصر. واللي هي في رأيي الشخصي أجمل وأفخم قاعة للزوار في مصر. يعني عندنا معابد كتير لها قاعات للزوار وأهرامات وأماكن أثرية كتير، لكن المكان اللي احنا فيه دوت أفخم قاعة للزوار في مصر في أسد معابد مصر. معبد الكرنك. تم افتتاحها في 16 شوال 1429 هجرية، 16 أكتوبر 2008 افتتح القاعة اللي احنا فيها ديت سيادة الرئيس محمد حسني مبارك. طبعا هنا في القاعة في الوسط في الماكيت البلاننج بتاع القاعة، وهناك في عندنا مراكب دي من 8 شهور اتجابت هنا في القاعة. مركبين، اللي هو مركب تمثل مركب خنسو، ومركب تمثل مركب أمون. دول آلهة في العصر الفرعوني كإله للشمس وإله للقمر. طبعا المركب الثالثة بتاعت موت، الإله موت، لا إله إلا الله محمد رسول الله، موجودة حاليا فين؟ في طريق الكباش. احنا موضوعنا النهارده بسيط جدا، وعايزين نلقي نظرة على القطر. هنا بص عليكم القطر ده ومكانه. هنا طبعا كان من فترة أحد زملاء الأثريين كنا اتكلمنا في موضوع وجود القطر ده، وإنه لما افتتحت قاعة الزوار هنا اتجاب هنا القطر ده. طبعا في وقت الاكتشافات والحفريات اللي اتعملت في معبد الكرنك هنا كان يتعمل له بص كده حضرتك خطين، زي كده خطين سكة حديد، وفي عندنا الشاحنة اهو. الشاحنة ديت اللي هو كان هم من بيكتشفوا طبعا يوضع فيها اللي هو الحاجات الموجودة أو الأتربة الموجودة أو وينقلوها من مكان لآخر. والإطار ده زي ما انتم شايفين اهو، ادي المركب تحت حضراتكم، نوريكم ايه تاريخ الصناعة بتاعته اهو. بصوا كده حضرتك، ادي ايه المركب تحته. طبعا حضرتك بالنسبة للزميل اللي سألته أنا طبعا كان فين القطار ده أصلا، زميل أثري. قال لي أستاذ جمال القطار ده كان موجود خلف الجدار اللي هو الغربي من معبد الكرنك بعد ما انتهوا علماء الآثار، وكان مركون هناك. فلما ابتدينا افتتاح اللي هو قاعد الزوار هنا احضر الى هذا المكان. طبعا احنا مكونات القطار بالشكل ده زي قاطرة او بالنظام القديم، وعندنا هنا مكان لوضع اللي هو الحاجات المكتشفة في الكرنك، وهنا اللي هو الاستراحة بتاعت مين؟ بتاعت اللي هو المكتشفين. يعني المكتشفين لأنه مساحة معبد الكرنك مساحة كبيرة، يعني ما بين 60 61 فدان تقريبا. وطبعا كانوا يتنقلوا من مكان لآخر، بحيث كان هذا القطار موجود داخل الكرنك وقت الكشف الأثري. يعني هم اللي بيكتشفوا عملوا القطار ده، وبعد كده ما بقيش له لازمة طبعا، وترك خلف اللي هو السور الغربي للمعبد الكرنك. فتم نقله إلى هذا المكان. طبعا بالنسبة لي من 8 شهور تقريبا بعض اللوحات التوضيحية اللي هي بحب أشرحها للسادة الضيوف الزوار. يعني هنا عندنا واجهة الصرح العاشر، بص حضرتك الواجهة ديت بتاعت الصرح العاشر اللي هو من أيام حورمحب.
بس هنا التماثيل طبعا متكسرة. ده وقت الكشف الأثري، يعني أنا بحب إيه أدي الضيف لمحة في هذا المكان. وطبعا السادة الزملاء اللي هم مش كتير بيجوا هنا الأقصر وبيزوروا الأقصر في بر مصر كله، سواء في مصر أو خارج مصر، بنديهم فكرة إزاي الحالة اللي كان عليها معبد الكرنك وقت إيه الكشف الأثري. وادي البوابة اللي هي أمام معبد خنسو، والطريق ده اللي هو مرارا وتكرارا قلنا الجسد بتاع التماثيل ديت. طبعا ده الطريق ده اللي هو بدايته الموصل لمعبد الأقصر، يعني موصل إيه لمعبد الأقصر. ده جسم إيه جسم اللي هو طور وراس كبش، وتحت دجن كل طور من دول أو سوري كل كبش من دول تمثال للملك أمنحتب الثالث. يبقى كده إيه عندنا ده واجهة معبد خنسو. لكن هنا بص حضراتكم الواجهة الجنوبية للصرح الثامن اللي هو يقال انه اقامته الملكة حتشبسوت. وعندنا ده وقت الكشف الاثري، يعني سنة 1903 الشكل ده بتاع الصورة اللي هو قدامنا دي سنة 1903. وهنا عندنا فوق اللي هو واجهة الصرح السابع وتماثيل اللي هو الخاصة بتاعة تحتمس الثالث، لأنه الصرح السابع ده بتاع تحتمس الثالث. وإحنا جرينا اسم غزة قبل كده وأنا نزلت في منشور سابق على هذا الصرح من الناحية دي. طبعا التماثيل دول نقلوا إلى المتحف الحضارة الثلاث تماثيل دول. أنا بخص بالذات الثلاث تماثيل دول، لكن التماثيل الباقية دي تمثل الملك تحتمس الثالث على شكل موميا أو متقدم القدم اليسرى على اليمنى. ده الصرح السابع في الكرنك. طبعا هنا أثناء اكتشاف تماثيل خبيئة الكرنك 1903 أو 1902 لا مؤاخذة. طبعا هنا أثناء الكشف عن الخبيئة والتماثيل آلاف التماثيل اللي هي تم اكتشافها في خبيئة الكرنك سنة 1902. هنا عندنا جورج ليجران وكاسي سان سنة 1903. بصوا كده ده ليجران وكاسي سان. وهنا الاسكرب اللي هو الجعران، هو بيبصوا كده على الجعران اللي هو خاص بالملك أمنحتب الثالث اللي موجود حاليا بالقرب من البحيرة المقدسة. والصورة ديت عمرها من 1903. طيب هنا البحيرة المقدسة، بصوا حضراتكم البحيرة المقدسة والصورة ديت من 1900 وشكل ومنظر البحيرة المقدسة. وطبعا احنا دلوقتي مش مجالنا عشان نذكر أبعادها وعمقها يمين وشمال عرضها كل المواضيع دي، ولكن هي إنشائها منذ إنشاء المعبد علشان التطهير والاغتسال. وده فحوى الكلام بتاعنا والموضوع بتاعنا السبب بتاع البحيرة نفسها. لكن هي بس زيد وتنقص ولا ازاي المية مصدر المية. حاليا المية بتتغير ولذلك بقول للسادة الأفاضل اللي هم كثيرا ما بيتكلموا ويتناقشوا في الموضوع ده، عندنا المواسير ديت بتنزل المية كل شهر مرة. طيب وعندنا مواتير نشفط المية ونغيرها مرة، لأنك أنت يعني يا عزيزي الفاضل لو المية راكدة زي كده هتلاقيها ريحتها اتغيرت. ولذلك لما تروح معبد اللي هو موت هتلاقي المية كده بنقول بالبلدي زنخة خالص. ما ينفعش الفراعنة انهم كانوا يغتسلوا بمية بالشكل ده، ولكن هم عندهم كانت ممرات سفلية تجيب المية البحيرة. اي بحيرة عندنا في هابو في بحيرة، وعندنا مكان الممر السفلي والمكان اللي هو المصب بتاع البحيرة بتاع المية، وعندنا في دندارة في بحيرة. ويعني في اماكن للدخول او مخرج مصب او مخرج او مصب المية. يبقى المية كان للغسل للتطهير، ده اللي نتكلم فيه. لكن بالنسبة لي عندك تقول لا البعد كذا، لا هو المفروض كذا. طب ما انك عندك كتب كتير، يعني عندنا على البحيرة المقدسة هنا في يافطة كده يقول لك
مثلا 200 117 والكلام ده كله. لا 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 لا. عندنا مثلا كتاب الدكتور سيد توفيق يقول لك العرض 40 والطول 80. طيب وعندنا الغرض عايزين ايه بيننا وبين بعض كده الاهم في الموضوع طبيعة اللي هي المكان نفسه كان يستخدم في ايه. الصورة دي من 1900. هنا عندنا الآخ منو لتحتمس الثالث، يعني مقصورة التجلي الإشراقات. الآخ منو الأثر اللي هو ايه، أثر اللي هو الأفق اللي هو بتاع تحتمس الثالث. لكن الصورة دي انت لو لاحظتها من الشرق للغرب، لأنك هنا عندنا اللي هي في البوتانيكال جاردن الأربع أعمدة بتوع تحتمس الثالث، ودي يعني ايه الصورة بتاخدها من الناحية الشرقية سنة 1903 للأخ منو مقصود التجلي للإمبراطور تحتمس الثالث. هنا آمون رع في شكل ايه الملك توت عنخ آمون، واللي هو حورم حب طبعا أخذوا كتب نفسه اسمه عليه، ولكن هو خاص بالملك توت عنخ آمون في شكل آمون رع بالرشتين وآمونت. حتى لما نقول ليه آمونت ليه التأنيس، الصفة التأنيس لآمون، وهي يعني زوجته موت بس واخدة صفة آمونت. هنا عندنا التمثالين دول هتلاقيهم في بعد الترميمات، آخر الترميمات اللي حصلت من 8 شهور هتلاقيهم حضرتك فين موجودين قدام قدس الأقداس. هنا ايه مقصورة الزورق المقدس لفيليب هريدايس. ولكن فيليب ده ماشي، انا عايز ايه اقول لحضرتك فكرة. الملك فيليب يعني هو بص كده العمودين دول بتوع تحتمس الثالث اللي هي اللوتس والبرد، يعني سنة 1900 الصورة دي من 1900. لكن انت لما تروح مثلا قبل قدس بص كده ايه الدنيا كانت متكسرة ازاي. السقف اللي فوق ده بص سيد الفاضل ماشي، ده السقف اللي فوق ده. السقف ده بتاع الايه غرفة الحوليات بتاع تحتمس الثالث. كانوا هنا 5، هنا عندنا في النص واحدة وعلى اليمين وعلى الشمال اللي هو تحتمس الثالث كتب الحوليات بتاعته هنا. لكن في مكان سنوسرت الأول، يعني هو الأول خالص كان سنوسرت الأول، وبعدين تحتمس الثالث عمل أقام. انت عارفين طبعا سنوسرت الأول كان فين؟ كان امتى؟ في الدولة الوسطى. وبعدين أقام اللي هو المكان الحوليات 5 غرف للحوليات. ايه يعني الحوليات؟ يعني الذكريات اللي كان يعملها، الانتصارات بتاعته وتقديماته للمعبد الملك مين؟ تحتمس الثالث في الأسرة 18 اللي هو جاء بعد الملكة حتشبسوت. فأنت لو بصيت كده هتلاقي السقف ده المكسور اللي هو ترمم طبعا. ده الصورة دي 1900. السقف اللي فوق ده بص كده حضرتك ده سقف وتحتيه سقف. تاجي مثلا ايه بعض المسلمين الجدد يقول لك السقفين دول عشان خاطر التهوية والحرارة، ده كلام فاضي عالي تمام من الصحة. لكن بص كده السقف اللي فوق ده ويمشي السقف ده فوق المنطقة كلها. لكن السقف السفلي ده اللي هو استخدم الحجارة الملك فيليب وحجارة من المعبد، وبنى حشر المقصورة بتاعته جوه اللي هو حوليات تحتمس الثالث. يعني انت حضرتك لو رحت معبد الأقصر هتلاقيهم ايه الاسكندر المقدوني حشر اللي هو ايه قدس الأقداس اللي هناك في معبد الأقصر جوه ايه داخل المقصورة الخاصة بالملك بالملك ايه امنحتب الثالث. طبعا بالنسبة للمكان ده اهو بص كده حضراتكم هنا ايه بالنسبة الكتل ده الصرح الثالث على فكرة. الصرح الثالث سنة 1925. طبعا هو شيفرييه اللي هو المهندس المعماري والفرنسي والمكتشف استخرج من المكان ده وعاد بناء مقصور السنوسرت الأول اكتشفت هنا، يعني حشوات. أيوة ده بص كده حضرتك ده اللي هو الصرح الثالث. يعني هنا أثناء إيه ما بيجمعوا المقاصير، المقصورة الحمراء بتاعت حتشبسوت، المقصورة بتاعت تحتمس الرابع. إيه مقصورة؟ يعني مكان اللي هو إيه للصلاة أو مكان لوجود تمثال الملك والإله، أو مكان كرسي العرش للملك. المقصورة بتاع السنوسرت موجودة حاليا في المتحف المفتوح
ولو لاحظت حضرتك عندنا مقصورة البيضة اللي هي الألاباستر بتاعت أمنحتب الأول موجودة في المتحف المفتوح المكشوف هنا في معبد الكرنك. في عندنا متحف جميل جدا في مقصورة الحمراء وعيد بنائها 1926 شيفرييه اللي هو ايه المكتشف او اللي هو الباحث الفرنسي. هنا عندنا اللي هو ايه بقايا اللي هو الصرح الثالث بتاع الملك أمنحتب الثالث. بالنسبة لمسلة حتشبسوت سنة 1870 سوري مسلة حتشبسوت وأبوها تحتمس الأول 1870 ميلادية. وبالنسبة هنا بص حضرتك ادي مسلة ايه تحتمس الأول، ارتفاعها تقريبا 21 متر ماشي و95 سنتي. لو بصيت انت ورحت في المكان ده، لو بصيت هنا في النص ده الشريط اللي في النص ده اسم تحتمس الأول أبو الملكة حتشبسوت وألقابه و الشريطين اللي على الجنبين دول ده رمسيس الرابع من أيام رمسيس الرابع. ولو لفيت حوالين المسلة في الأربع أركان هتلاقي تكرار بالنسبة اللي هو تحتمس الأول، وعلى الجنبين رمسيس الرابع. تحتمس الأول في الأسرة 18 ورمسيس الرابع في الأسرة الكام؟ في الأسرة 20. تاجي هنا حضرتك مسلة حتشبسوت ارتفاعها تقريبا 29 متر ووزنها 320 طن تقريبا. ده الصرح الكام؟ الصرح الرابع اللي هو بتاع مين؟ تحتمس الأول. الرابع والخامس بتوع تحتمس الأول. وهنا عندنا تدعيم أعمدة الركن الشمالي من بهو الأعمدة الكبرى سنة 1954. وهنا عندنا ايه بعض الأعمدة المنهارة. احنا عندنا كان حوالي 11 عمود انهاروا. وطبعا هنا سنة 1900 الصورة دي سنة 1900 لأنه هو ايه من سنة 1889 الهجرة طبعا ايه بدأ يرمم 11 عمود اللي كانوا منهارين. طبعا هنا انت عايز حضرتك تشوف الفيضان. الصورة دي توضح لي العمود بتاع تهلكا بالال. على فكرة انت لو قريت الاسم بتاعه ما فيش ار خالص، ما فيش ار، حرف الار ده وما فيش ماشي. ده العمود اللي هو كان الجوسق بتاع الملك الأثيوبي، كانوا 10 هنا في المنطقة ديت. وادي ايام الفيضان، شوف الايام الفيضان كان المية تدخل لفين بص حضرتك. وادي العمود ده اللي متبقي اللي هو ايه طبعا عندنا بص كده حضرتك منظر الصرح الثاني هو متهدم ازاي. بص كده حضرتك الصرح الثاني. وبالنسبه للسقيفه اللي هي بتاعت قهرقه وكتب عليها اسمه اللي هو الملك ابسماتيك الثاني اللي هو نفر إبرا. وادي ايه ايام الفيضان الميه كانت تدخل ايه جوه المعبد. لكن في العصر الفرعوني كان المعبد محمي بسور خارجي وفي بوابات كانت تغلق اثناء الفيضان. دي البوابه الخارجيه بتاعت معبد الكرنك طبعا اللي هي نقطه نبو الثاني. وهنا عندنا ايه صفين التماثيل اللي هو قدام الكرنك، اللي يقال في بعض الاراء بتقول ان الصفين دول من ايام أمنحتب الثالث وكانوا موصلين للصرح الثالث. ده راي. الراي الثاني قال ان هو ايه رمسيس الثاني او سيتي الاول ورمسيس الثاني كتب اسمه عليهم. وبعدين ايه البا نجم اللي هو من الاسره 21 كتب اسمه عليهم. يبقى انت كده لو بصيت هتلاقي ده الصرح والفتحات. وطبعا المكان الاعلام 4 اليمين و4 على الشمال. وتماثيل اللي هو جسم اسد وراس كبش. وكان فوق كل كبش من دول دايره اللي هو قرص الشمس ماشي. فدي ايه حبيت القي الضوء على هذه الصور التوضيحيه في الكرنك في صاله الزوار، اجمل صاله زوار واكبر صاله زوار في بر مصر كله. وفي النص هنا عندنا ضيوفنا بيتفرجوا ويستمتعوا على ايه على الماكيت. بص حضراتكم اجمل صالة زوار فيك يا مصر. في عندنا في تاج الحضارات الاقصر، تاج الحضارات يعني لو كان الحضارات ملكة فهي بلدنا الحبيبة مصر.
وتاج هذه الملكة هي مدينة القصور الأقصر جامع قصر. ولو كان للمعابد أسد فأسد معابد مصر الكرنك. كان اسمه بيربا نسر أمون را، بيت روح أمون را. وعندنا اهو المراكب النموذجية اللي هي اتعملت، يعني وزن كل مركب من دول حوالي 650 كيلو جرام. فكان طبعا من الصعوبة بالمكان انها تحمل ايام الحفلة، وكان جايبين لنا ايه طبعا بودي جارد وكده. ده خنسو، بص حضرتك خنسو. لما تشرح خنسو عندنا فوق خالص عندنا القمر، ده القمر والهلال ماشي، والكبرى اللي هي واجد، وراس صقر زي ما حكينا قبل كده مرارا. عندنا 21 معبود كان برأس صقر وليس حورس بس. يبقى كده احنا عرفنا المواضيع ديت اللي هو ايه، راس الصقر ديت مش الحورس بس لا، او راح ورختي بس لا. عندنا 21 اله عند الفراعنه برأس صقر. وده خنسو اهو اله القمر، وادي امون رع. يبقى هنا الفرق بين القرص اللي فوق ده والقرص اللي هناك، هنا عندنا ايه؟ عندنا قمر والهلال اهو. هو حط لي الهلال ليه؟ مش كده وبس ارتجالا، لا، الهلال ده حطوا لي عشان ده يقول لي ده اللي فوق ده خلي بالك يا جمال ده قمر، واللي هناك من غير هلال. اللي هناك عندنا ايه؟ قرص الشمس، ده الشمس هناك وهنا القمر ماشي. يبقى هنا عندنا فرق بين القرص ده والقرص اللي هناك. ده امون رع، والكبش اللي هو رمز امون، وقرص الشمس اللي هو ايه؟ رع. وادي المركب الثانيه. طبعا كل مركب وزنها 650 كيلو جرام. وطبعا كانت في الاحتفاليه اللي هو افتتاح طريق الكباش، اللي هو افتتاحها طريق كباش سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا بعد ما خلصت الاحتفاليه المراكب دي جابت هنا علشان خاطر تبقى ايه كأنها ايه هنا في المتحف. ولكن انا عايزك يا زميل مرشد او مفتش اثار، لو انت قصيت قصة المراكب ديت لازم تحكي وتقول ان دي ريبليكا حديثة جديدة، لانه في بعض الزوار بيعتقد ان هي دي اصلية، ولكن لا، الاصلية كان صغيرة عن كده بكتير، عشان خاطر كانت عبارة عن محفة لحمل التماثيل. طبعا من تاج الحضارات الأقصر. متعكم الله بالصحة والعافية، ونتمنى أن نكون في إفادة، وشكرا جزيلا. إلى لقاء آخر إن شاء الله من تقي الله جمال صقر. شكرا جزيلا.